بصدر فرخة واحد هنعمل الأكلة الجميلة دي اللي محدش ما بيحبهاش، محدش بيختلف عليها. رز الريزو بتاع كنتاكي اللي كلنا بنحبه، بس طبعا في البيت بطريقة مضمونة. طبعا مع الصوص الرهيب والفراخ الجميلة دي المقرمشة. بصوا يا جماعة، فعلا يستحق تجربوه الصوص الرهيب بتاعه. لو هنعمله لازم نشوف كل خطوة في الفيديو علشان تطلع النتيجة زي ما احنا شفناها كده، رز مفلفل وفراخ مقرمشة وصوص تحفة. لازم نشوف الفيديو للآخر علشان تطلع النتيجة رهيبة. هنا انا كاتبه كل المقادير في صندوق الوصف، وبرده كاتباها لكم في اخر الفيديو وهقولها لكم. هنا كوبايه من هنبدا بعمل الصوص. هنا كوبايه من الكاتشب، عليها معلقه من العسل الابيض، معلقه من العسل الاسود، معلقه من الخل، معلقه من الصويا صوص، معلقه من المستردة ما تصورتش، والتوابل معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، وبابريكا. تمام. بقلب الكلام ده كله كده. الصوص بتاعي هستعمله في حاجات كتير قوي في الوصفة جاهز. هنا جبت صدر الفرخة، صدر فرخة واحد بس كبير شوية، وقطعته قطعته يعني كده بالشكل ده الجوليان. وقطعته جزء منه، جزء صغير منه قطعته مكعبات هحطها في قلب الرز أثناء السوا. تمام. دول هحطهم مع الرز أثناء السوا، ودول قطعتهم جوليان. وهبتدي هتبلهم بالتتبيله اللي احنا جزء من التتبيله طبعا، معلقتين كبار كده او 3 من الصوص ده باخدهم وببتدي اتبل بيهم الفراخ. بتبل كويس قوي واقلبها كويس قوي واسيبها على بال ما بس بحضر الرز. تمام. علشان تتشرب من التتبيله على بال بس المده اللي انا هحضر فيها الرز. تمام. قلبنا كده بحيث تتخلل التتبيله كل الفراخ، وبنسيبها. يعني هو مدة تحضير الرز، مش حتى سواه، مدة تحضيره بس. هنا جبنا حوالي 3-4 كوبايات من الرز المصري. تمام. وغسلناه وصفناه. هنا حطينا الفراخ اللي قلت لكم عليها المكعبات، وبصلايه كبيره مبشوره، ونفس التوابل اللي انا استخدمتها بس زودت كاري وكركم علشان لون الرز. هنا جبت معلقه كبيره في الحله من الزيت، زيت الزيتون او اي زيت نباتي. بفضل طبعا ان احنا كلنا نستعمل زيت الزيتون يا جماعه، لان ده صيانه للشرايين. مهم جدا الزيوت الغير مشبعه بدل الزيوت النباتيه. طبعا افضل بكتير. وحطينا معاها قطعه زبده، وجبنا معلقتين من السكر، معلقتين صغيرين من السكر علشان نكرملهم مع الزيت والزبده، بيفرقوا جدا في شكل الرز وطعمه. جربوه فعلا تحفه. بنقلب كده لغايه لما يبتدي يتكرمل، السكر يتكرمل. تمام. بصوا يا جماعه، الوصفه دي ان شاء الله هتعتمدوها، وهي سهله وكلها في تحضير في بوت واحده، طبق واحد، وفي نفس الوقت هي وجبه متكامله، والولاد وكلنا بنحبها جدا. قلبت كويس قوي لغايه ما السكر هنا اتكرمل. تمام. بعد كده هبتدي ازود احط هنا البصله اللي هي مقطعه صغير. هي مش مبشوره قبل ما تتبشر، يعني مش مبشوره تماما، بس مقطعه صغير قوي. وببتدي هنا اقلبها كويس قوي لغايه لما البصله تصفر شويه. اول ما تصفر البصله هننزل عليها بالفراخ. هقلب واخد كده تقلبتين. دايما احب اقلب وزن كويس قوي عشان التنكيح، يبقى كل حاجه الفراخ هنا متنكهه. تمام. مع البصله والتوابل طبعا. بقلب شويه كده، وعايزه اسيب الفراخ دي تستوي شويه، فبحط لها حبه ميه، نص كوبايه ميه كده، واسيبها اغطيها كده علشان اسيبها تستوي. تمام. هنا حطيت نص كوبايه ميه، وطبعا ميه سخنه يعني يفضل علشان يعني انجز. وبعد كده طبعا استوت، ببتدي احط لها التوابل. بزود هنا التوابل، ملح والفلفل والبابريكا والبصل البودر والثوم البودر والكاري والكركم. وهنا حطيت معلقتين كبار من الصوص اللي انا حضرته في الاول، معلقتين كبار مليانين من الصوص اللي انا حضرته في الاول. الصوص ده قلت لكم بنعمل بيه كل حاجه في الوصفه، يعني البطل عندي هنا الصوص ده، عشان كده حضرناه في الاول. هنزل بقى الرز
طبعا هنا الفراخ خلاص استوت، وهنزل الرز عليها المغسول والمتصفي، وهقلب كويس قوي تقلبتين بس كده علشان الرز بيطلع مفلفل. تفرق قوي التقليبه دي يا جماعه. بقول لكم ان كل خطوه هنا في الاخر بتفرق في النتيجه النهائيه، عشان كده بقول لكم شوفوا معايا كل الخطوات. لو هتنفذوا الطريقه ان شاء الله هتعتمدوها، لو نفذتوها. قلبت كويس قوي لغايه تمام الامتزاج، وهنا بغطي الرز بميه سخنه. لو انتوا عايزين تستعملوا المعيار كل كوبايه رز مصري بتاخد كوبايه ميه، تمام. او لو انتوا اصلا تحبوا ان انتوا تغطوا بس هنا الرز يا دوبك الميه بتغطي الرز، هنا برضو بيطلع مظبوط جدا. وبنقفل الحله، واول ما الميه تنشف طبعا بنوطي النار، تمام. هنا جبت واسيب طبعا الرز يستوي، وهنا جبت الفراخ خلاص كده هي اتبلت حلو قوي. وبجيب ميه ساقعه متلجه ودقيق، والدقيق برضو بنكهه بملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر. احط في الميه في الدقيق وفي الميه الساقعه وفي الدقيق تاني، كل واحده كده احطها اشيلها من التتبيله، احطها في الميه الساقعه في الدقيق سوري، وبعد كده في الميه الساقعه وفي الدقيق تاني مرتين، كفايه قوي مرتين، تمام. هنا طبعا عملت معاكم واحده تانية اهو، بصوا في الدقيق وبعد كده الميه الساقعه وبعد كده الدقيق تاني. بكمل الكميه كلها. لو تحبوا ان انتوا تقلوا الفراخ دي هي في الدقيق في الزيت بالطريقه بتاعتكم، تمام. لو انتوا تحبوا، انا هنا طبعا حطيتها في الاير فراير، رشيتها بالزيت وحطيتها في الاير فراير وطلعت برضو مقرمشه وجميله جدا. وممكن تحطوها في الفرن زي ما تحبوا، في جميع الاحوال بتستوي وبتطلع تحفه. بس انا طبعا بحب وبنصحكم دايما ان انتوا تخلوا الوجبه تقللوا من سعراتها على قد ما تقدروا، علشان تبقى خفيفه وفي نفس الوقت ما تسببش اي حاجه ولا اي مشاكل ولا سمنه ولا اي حاجه. وهي الاكله بتبقى هي برضو تحفه وهي وبنفس المكونات. بس انا لما اغير في اسلوب تحضير الوجبه بخليها صحيه اكتر للاسره، تمام. هنا انا عملتها بزيت زيتون بالفرشه كده، وهدخلها الاير فراير، وممكن تحطوها زي ما قلت لكم في الفرن او تقلوها بالطريقه بتاعتكم المعتاده زي ما تحبوا، تمام. وبدات كده حطيت في الطبق خلاص الرز وعليه الفراخ وعليهم الصوص، حطيته في كده في كيس حلواني او اي كيس عادي عندكم، فتحت فتحه صغيره كده علشان احط عليه الصوص بطريقه المطاعم. تحفه يا جماعه بجد، مش هتتبقى منها فتفوته. اوعدكم كده ان شاء الله من جمالها، وهي وجبه متكامله مش محتاجين معاها اي حاجه خالص. بون ابيتي، وجربوها وقولي رايكم في الكومنتات، ونشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.